سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ابتداءنا كده إيه بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. معنا 3 كيلو دقيق أو دقيق ضحى. أنا على طول ما بجيبش إلا دقيق ضحى، عاملة منه كل حاجتي وجميل جدا. عندي هنا إن شاء الله 3 كيلو دقيق، كيلو 600 جرام زبدة بطلعها من التلاجة اهي. عندي 6 بيضات، انا واخده 4 بيضه بصفرها، واخده بيضتين بس، واخده البيض بتاعها لان انا مش عايزه البيجيفور بتاعي ان يتمسك يتهرس في الايد زي الغريبه، عايزاه يبقى ايه هش شويه يعني حرش شويه. عندي هنا حبه اللبن، ده اهم حاجه، لبن بودره، لبن بودره، ونظرة ملح عشان ده لازم الملح. عندي هنا 3 كوبايات سكر. هقول لكم بقى على مقدار الكيلو، اللي عايز يعمل كيلو يعني انا عامله 3 كيلو. مقدار الكيلو 400 جرام زبده، معدل كوبايتين زبده، كوبايتين زبده، هيبقى 4 كوبايات زبده، يعني 400 جرام 4 كوبايات زبده. هيبقى معدل بيضتين، هيبقى معدل كوباية سكر، مش أكتر من كده. وحاطة هنا فانيليا سايلة، حاطاها في قلب البيض، فانيليا سايلة اللي هي الغامقة، حاطة قيمة معلقة صغيرة فانيليا عشان ما نكترش يا جماعة الفانيليا، عشان بس زفارة البيض، لأن الفانيليا لما بتكتر بتفرش البيجيفور. وزي كالعادة بتاعتي إن كل حاجة لازم أدخلها عشان بص بيبقى في حبة تكتلات وحاجات زي كده، انا بحب ايه اشيلها خالص. نبتدي نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم. عندي زبده هنا هضربها الاول في العجان بالراحه، هضربها الاول لما تبقى زي الكريمه معايا، وبعدين احط السكر. بصوا يا جماعه، بصوا يا بناتي الحلوه، اتعلمت انا الصحه ده كان كل ده بضربه على ايدي، وكان ب6 كيلو. احنا طبعا الزبده دي مطلعينها من الثلاجه مجمده، عشان كده مقطعاها مكعبات صغيره عشان العجان يعرف يضربها. بصوا بضربها ازاي. دي زبده على فكره نيوزيلندي اللي هي الصفرا، زي ما انتوا شايفين كده. هرفع العجان وطبعا لما نحط السكر كله هيدوب مع بعض. بص ضربتها زي الكريمه ازاي اهي، لازم كده تضرب زي الكريمه. بعد كده نحط السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هما 3 كوبايات سكر. طبعا السكر ده نخلاه، كل حاجه بندخلها، ريحه الكحك وكل حاجه بندخلها. كل حاجه ناخدها كده عشان ده مقدار، يعني مقدار دي كوبايه دي يبقى كوبايتين، يبقى 4 كوبايات زبده على الكيلو. بيضتين، ذرة فانيليا سايبة عندي نص معلقة، ربع يعني معلقة عشان بتسيح، أو حاجة بسيطة جدا. ذرة ملح بس هي دي المقادير اللي انت قلتيها. بيضتين و4 كوبايات على الكيلو، 4 كوبايات زبدة وكوباية سكر بس. أنا بقى من عادتي بحب أحط إيه التكاية بتاعتي، حبة اللبن ميدو دول ما بيأثروش في أي حاجة، بس بيدوا نكهة وطعم جميل. ينزل كده بالراحة، وهنرجع لكم بقى بعد إيه ما نضربها، لأن إيه عشان صوتها عالي أوي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده كمان
بسم الله ما شاء الله بقت كريمي خالص ازاي. شايفين بقت كريمي خالص ازاي اهي. هو القوام ده اللي انا عايزاه، عشان لما انزل البيض انزله بيضه بيضه. برضك هسيبه ايه اطحنه خالص. انا بوريكم سواء على مضرب كهرباء سواء على الايد، انا كنتش بعمله كده على ايدي. برضك لازم تكون القوام كريمي مع السكر مع الزبده، والزبده تكون ايه مش بدرجه حراره الغرفه، تكون بارده. انا لحد دلوقتي البتاع متلجه اهي خالص. ان شاء الله هعملها تاني وانزل بيضه بيضه، عشان انا مش عايزه ايه ازعجكم بالصوت. هوريكم برضك انزلها بيضه بيضه. انتي عملتيها قبل كده برضو، نزلت بيضه بيضه في البسكوت البرتقال. تعملوا ايه بس عشان ايه احاول اعلي السرعه شويه، يبقى ايه الصوت مزعج شويه. يبقى الصوت عالي. طيب انا هعملها وارجع لكم تاني عشان الصوت هيبقى عالي. اهو زي ما انتم شايفين بقت كريمي خالص. بسم الله ما شاء الله. هو ده القوام اللي انا عايزاه. اهو شايفين عملت ازاي زي الكريم الشانتيه. اهو بقت كريمي خالص. هو القوام ده اللي انا عايزاه. دلوقتي هحط اللبن على الدقيق، ذره الملح اهو. هقلبه بقى عشان ايه الملح يدوب مع الدقيق كله. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اهو شايفين عامل ازاي كريمه مش عايزه تنزل. او بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا هعمل جزء بالشوكولاته اللي هي الكاكاو، وجزء اللي هو كده بالفانيليا. لما اجي اعمل بالكاكاو ادوب حبه الكاكاو في حته زبده عشان يبقى معادل الفانيليا بالظبط، لان لما بنحط الكاكاو بيخلي العجينه يابسه. احنا عايزينها تبقى معدله زي الفانيليا بالظبط. نحط لها حته زبده صغيره ونعملها. شايفين القوام عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. نخدم الحاجه دي كده، ناخد احلى حاجه. نخلص معاكم ونرجع لكم تاني. اهو يا حبايبي فضيت طبعا زي ما قلت لكم قبل كده البيتيفور، البسكويت، الغريبه، الكحك لازم يتلم ايه مش يتعجن. مش عجن، لا مش عجن. العجن احنا مش عايزين عرق في اي حاجه عشان ما ينطرش السمنه بتاعته. اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا عندنا قمع الجفور اهو، عندنا المكنه. نعمل بالمكنه ونعمل بالقمع كده ونهيس ونشكل مع بعض. انا كده هطول عليكم عبال ما هلمه وارجع لكم. ايوه حبايبي اديكم هم شايفين العجينه عامله ازاي. شايفين العجينه عامله ازاي. طبيعتها ما بتلزقش في الايد لان دي زبده وسكر. جيت اوريكم لقيت الموبايل فصل شحن ولسه شاحنينه شويه، فانا جبت هنا حطيت هنا حبه سمنه بلدي
على حبة كاكاو، عشان ما ينفعش تحطوا كده، العجينة هتنشف معاكوا أكتر. فأقول لكم معلومة بردك، المقادير عندي مظبوطة، بس لما تيجي تحطوا الدقيق ما تحطوش مرة واحدة، في دي بيشرب في دي ما بيشربش. فانتوا ايه، تحطوا الدقيق حبة حبة لحد العجينة ما تظبط مظبوطة معاكوا على قد الأم أو على قد المكنة. أهو أنا حطيت هنا حبة كاكاو بحتة سمنة، كاكاو مر، بعجنهم كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين ده كاكاو، حطيته زي ما قلت لكم حبة سمنة على حبة كاكاو عشان نفرد بيها ايه العجينة. وبعدين انا بعمل ايه الفورمة دي، صاج ابيض وصاج هيبقى بكاكاو، صاج ابيض وصاج بكاكاو، على اساس لما اجي الحم كل واحدة في 2 أو 2، يبقى واحدة كاكاو واحدة كده، بيبقى ايه يدي منظر لما تبقى واحدة. اهو يا حبايبي المكنة مطلعة عيني، عمالة تفلت مني شوية، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. شايفين المكنة مطلعة عيني، مش جايبة الشكل كل واحد. ايوه حبايبي المكنة طلعت عينك، جديدة جايباها، المكنة القديمة اللي عندي باظت ودي جايباها لسه أول مرة جديدة، بس طلعت إن القديمة يعني برقبتها، بس هنعمل إيه، عندي قمعين قلت أعمل زي ما انتوا شايفين كده، بالقمع أهو. بص العجينة عاملة إزاي معايا، زي الفل اهي. بس زي ما قلت لكم يا جماعة المقادير مظبوطة، بس انتوا بدل ما تحطوها على الدقيق مرة واحدة ما تحطوش على الدقيق مرة واحدة، حطوا على قد مقدرة المقادير، يعني على قد ما المقادير تاخد وتبقى مظبوطة في ايديكوا للبيجي فور، استكفوا بالدقيق عشان الدقيق اللي عندي شرب جامد. يعني أول مرة تحصل يعني معايا كده. اهو بعمل سطر وسطر عشان ايه، مش بدل ما الزق الشوكولاته في الشوكولاته بديله منظر ابيض في بني، ابيض في شوكولاته، عبال ما يعني لما باجي الزقه بالمربى. انا مالي مش عارفه اتكلم ليه، مع اني من غير الفيديو بتكلم زي البرافان. انت عادي براحتك. ها عادي يا ماما براحتك. الترابيزه كمان عاليه عليا، انا مش بقدر اقعد على الارض. اهو زي ما انتم شايفين كده. كله يتاكل والله، ما في احلى من الورد. هنخلص بقى كله ونرجع لكم. محمد ابني بيحاول يعمل لي المكنه اعمل بيها.
في العجينة في ايديا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. اوريكم بقى يكون محمد عمل المكنة ارجع لكم. بصوا يا حبايبي، بصوا محمد ابن الله يبارك له عمل المكنة. في حاجة تانية بعملها اهو، طولة بال بقى بطة تكور وانا اعمل احطش واحدة قصاد واحدة كل 6 قطع اهو زي ما انتوا شايفين كده، واحطش واحدة كده في النص عاملاها على ايدي كده اهو اهي. شايفين بتدي منظر جميل ازاي اهو اهي. خلص بقى كله وارجع لكم تاني مكان. واخر حاجة عملتها، ما تضحكوش بقى، اخر حاجة عملتها وشكلتها على ايدي اهي، بقيتش العجينة عملتها وشكلتها على ايدي. خلص بقى كله نرجع لكم بقى لما نيجي نعمله بالشوكولاتة والمربى والفرماسي والمكسرات وكده. خلصت البيجيفور اهو وسويته هنا في الفرن عندي. ايه رأيكم في اشكاله؟ بصوا بقى، لا اي ولا زي وطعم روعة ما شاء الله، طلع جميل جدا. طعم مش قادرة اقول لكم على جماله. مش والله ما عشان انا عاملاه، ده فعلا حقيقي. انا دقت بديفور كتير بس ما اصل انا كله عاملاه بالزبده اللي هي النيوزيلندي، وعاملاه بالسمنه البلدي والزبده على اشكال النيوزيلندي الصفراء. دي عامله على ايدي، ده كل الاشكال دي عاملاها على ايدي، وده عامله على ايدي. الحبه اللي فاضوا الاخرانيين في اشكال تانية كتير عاملاها على ايدي هنا. بصوا الشكل ده جميل قوي. كمان ودي كمان اهي شكلها حلو. بص مش مستحمل، شايفين على غفله بتنتش نشوه. ايه تاني؟ وده عاملاه على ايدي. بص دي مكوراها كور وعاملاها على ايدي. شكلها رايق. ودي بردك على ايدي. الحبه اللي فاضوا الاخرانيين ما بردك ما دهدرتهمش، عملتهم. في ايه تاني؟ اهو في اشكال تانية كتير اهي. بصوا اهي. وده كمان اهو بعد السوا. بص النقشه باينه فيه ازاي وجميل. على فكرة في ابتكارات تانية لتزيين البيتيفور. بصوا وده قلبي بقى ايه، قلب اهو. بحبكم كلكم في الله. شايفين قلوب كتير في الله. قلوب طالعة كده. بحط الواحدة على بق واحد تحفة. دلوقتي انا هرص هنا. انا عندي اهو مربة فراولة، بس انا ايه ضربتها بالشوكة عشان ما تبقاش ايه عاملة. وعندي شوكولاتة بيضة سيحتها على حمام مية، على حمام مية حطيت لها حتة زبدة وحبة لبن بسيطة. وهنا نفس الطريقة. وعندي ده بندق على لوز، وده فرماسي، وده جوز الهند، وده شيكو بني. يعني ممكن حاجة زي دي كده تزيين عشان العيال، يعني عشان الأطفال تفرح بيها، شكلها تبقى جميل كده. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين دي الشوكولاتة السايحة اللي أنا عاملاها، عملتها على حمام مية بس يعني ايه لسه سخنة اهي. طبعا دي هتجمد خالص لأنها شوكولاتة خام اهي، هتجمد قوي زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم؟ وعاملاها من جوه لازقة بشوكولاتة زي ما انتوا شايفين، وهو اللي أنا عملته. ايه رأيكم؟ فرماسي، وده بندق ولوز وجوز الهند على قد ما بعرف بقى، على رأي المثل شغل العمشة الجوز هيتعشى. يا عمشة انت ايه خايفة من الحسد ولا ايه يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ على ايه؟
وبعدين انت بتعملي حاجة وحشة عمرك. طعم اجمل من الشكل 1000 مرة. يعني بص البتاع عاملة ازاي، ده بدوب، مش ناشفة ولا فيها اي حاجة زي ما انتوا شايفين. بصوا اهي طعمها تحفة. دي بقى نعملها هنا شوكولاتة. لا وبتزينوا في وقت احنا صايمين فيه. ده بعد الفجر، بعد ما سحرنا وصلينا كمان الدنيا حر، فمخلي ايه الحاجة سايحة شوية، لسه ايه هي سخنة طبيعي. شوفي منظر كده. اقدر اقول لكم دلوقتي يا رب كل حاجه بقدمها لكم تعجبكم والمقادير اللي انا عاملاها مظبوطه. بس في نقطه ان المفروض لازم كل واحد قبل ما يحط الحاجه على العجين على طول زي ما انا ما عملت، لا، في دقيق بياخد ودقيق ما بياخدش. فانتوا بقدر الامكان ان تخلوا الدقيق لوحده وتحطوا الحاجه على قد ايديكم لحد الحاجه ما تاخد منكم المقادير بالظبط. ممكن يتبقى دقيق، ممكن تتاخد كله. فانا بديكم المعلومه دي. الشوكولاته اللي حطها جمدت اهي، شايفه جمدت ازاي اهي. يعني دي هتجمد خالص، مش هتبقى كده عشان لسه عاملاها على حمام ميه. لما تبرد بتجمد. شايفين شكلها جميل ازاي اهي. جميل. يلا اقدر اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام عليكم بخير، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه تكون احسن من السنه دي 1000 مره. وربنا يجعلكم دايما في خير ويوسع رزقكم. واهم حاجه اني ربنا يبعد عننا مقته وغضبه عننا ويعافينا ولا يبتلينا بالفيروس ده، لا كبير ولا صغير ولا مسيحي ولا مسلم ولا العالم كله يا رب. كل اللي اقدره لكم كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونلتقي مع البسكوت